ايه العظمة دي يا كابتن حسام اللي قدمتها انت ولاعيبتك النهاردة؟ حاجة تشرف بجد. والله بجد اللعيبة دي وكابتن حسام حسن شرفوا الكرة المصرية والكرة العربية والكرة الإفريقية. انت بتلاعب منتخب أول التصنيف في العالم. منتخب مش سهل، منتخب أنا بعتبر معاه أفضل لاعب في العالم دلوقتي يميل يامال، اللي بالمعنى الأصح فتوح النهاردة حطه في جيبه، زي ما حط حكيمي قبل كده في جيبه. حاجة تشرف بجد، في اللعيبة كلها أدت اللي عليها وزيادة. مصطفى شوبير النهاردة حاجة عالمية بجد. حارس مرمى فعلا، أثبت إن هو حارس كبير. المواجهة دي أثبتت إن إحنا فعلا عندنا حارس كبير قوي. راجل بينزل بيلعب الكورة على الأرض كويس. حمدي فتحي النهاردة قدم مباراة كبيرة. محمد هاني قدم مباراة كبيرة. اللعيبه كلها بصراحه ما اثرتش. مرموش قدم مباراه كبيره، والكره اللي هي في الشوط الاولاني دي لو كانت جت جون كانت بجد هتقلب الماتش بطريقه تانية خالص. كان هيختلف كمان كتير، ممكن كنا نكسب اسبانيا النهارده. بتلعب ناقص لاعب في اخر وقت في الماتش، وقدرت تقف على رجلك وقدرت تدافع. الفترة الأخيرة، فترة المباراة الأخيرة أخدتها كلها دفاعية، قدرت إن أنت تلتزم في الدفاع لحد ما طلعت باللي أنت عايزه. اكبر المتفائلين في المباراة دي ان كانت اسبانيا تفوز 2 او 3. ده معظم الشعب المصري كان شايف كده. معظم الاعلام اللي بيكسر في حسام حسن وبيكسر في لعيبته. الراجل ده بيتحارب من اول ما مسك منتخب مصر، ومع ذلك مصر وباصراره واصرار لعيبته قدر ان هو يوصل النهارده ان هو كسب السعوديه 4-0. تعادل النهارده مع افضل منتخب في العالم كله. اظن كده بقى المحروقين من حسام حسن يكنوا بقى شويه. الاعلام بقى يساند الراجل ده في ظل ان انت ما عندكش اللعيبه اللي هي بتاعت جيل 2006 ولا 2008 ولا 2010. معاك لعيبه، في لعيبه كبرت في السن، وفي لعيبه المستويات بتاعتها برضو لحد كمان قبل المباراه بتاعت اسبانيا وقبل مباراه السعوديه. لو شفنا لعيبه النادي الاهلي ما كانتش مركزه مع ناديها. ده يثبت لك، ولا لعيبه بيراميدز ولا، وبرضو لعيبه الزمالك برضو مش مركزه قوي. ده يثبت لك ان الراجل ده بيقدر يشتغل على نفسيه اللعيبه كويس. بيقدر يحط التشكيل المناسب في المباراة. بيقدر يمشي المباراة برضو بمجرياتها مظبوطة. دلوقتي مثلا هو محتاج مدافع الفلاني، محتاج نص ملعب يغير كذا، لا مركز فايق في الملعب. جينا عليه جامد. ومع ان بجد كانت الدنيا ناس كتيرة انتقدت حسام حسن في بطولة افريقيا، وقالت اللي هو ما ينفعش يدرب المنتخب، لا ده تفكيره وحش، لا ده كذا. مع ان انت ما عندكش برضو اللعيبة، كانت بايظة خالص. انا شايف مع شوية الفترة اللي جاية مع شوية تدعيمات جديدة. النهاردة شفنا هيثم حسن ده فعلا اثبت ان هو لعيب كبير، لعيب واثق في نفسه. الراجل في مباراة السعودية نزل في وقت قليل، عمل شغل كويس قوي. نزل النهاردة برضو راجل بيقف على الكرة حلو، راجل عنده سرعات، مهاري. بجد هيعوض غياب محمد صلاح. وانا شايف، مع ان انا شايف ان الناس كتير هتنتقدني في كلامي ده، انا شايف ان فعلا المنتخب من غير محمد صلاح احسن بكتير، وبكتير قوي كمان. ودي سيبنا احنا بقى من جو ان هو راجل ماشي، هو راجل عمل انجازات كتير قوي، عمل انجازات مفيش لاعب عربي ولا افريقي هيوصل لها تاني. لكن انا شايف وجود محمد صلاح. انا شايف ان في ناس كتيره بتجامله بحته ان هو بيقول لك ان هو الدعم النفسي، ومحمد صلاح بيتكلم مع اللعيبه وكذا. بيتكلم في ايه؟ احنا شايفين ان اللعيبه اصلا كانت نفسيا تحس ان هي مش عايزه تلعب. اللعيبه بتقول لا وانا هفضل العب، والنجوميه برضو دايما رايحه لمحمد صلاح. يا جماعه مفيش نادي او منتخب بيتبنى على لعيب واحد، او بشغل الاعلام ان هم ماسكين لاعب واحد. دي مخليه اللعيبه نفسيا مش قادره تلعب، مش قادره تدي. انما انت دلوقتي انت فرقه جماعيه، منتخب بيلعب كرة جماعية، مفيش فيهم لعيب مميز عن التاني كتير. هتلاقي اللعيبة بتدي، هتلاقي اللعيبة بتلعب. جو بقى اللي احنا لو محمد صلاح مش موجود، لا ده احنا مش هنعرف نعمل حاجة، لا. واحنا بوجود محمد صلاح عملنا ايه؟ بوجود محمد صلاح السنين الأخيرة دي كلها عملنا ايه؟ وصلنا لإيه؟ وصلنا كأس عالم. كأس عالم اللي احنا وصلنا له ده في 2018 لولا كان الصعود من المجموعة مباشرة والله ما احنا واصلين كأس عالم.
لو في مباراة فاصلة ما كنا واصلين كاس عالم. واكبر اثبات ان في المباراة الفاصلة محمد صلاح ما هو لعب قصاد غانا مباراة فاصلة واتغلبنا 6-1. محمد صلاح ما هو لعب قصاد السنغال مباراة فاصلة واتغلبنا في بضربات الجزاء. محمد صلاح لعب 2 نهائيين افريقيا وما عملناش حاجة. وكان في النهائيين ما لعبش كورة وما اداش اللي عليه. هو كان مؤثر في البطولة في اوقات، لكن انت بتيجي في المباراة الحاسمة ما بتأثرش، اللي هي بتاعت الاجيال اللي فاتت. محمد صلاح ما هو في 2019 احنا كانت البطولة على ارضنا في 2019 وطلعنا من دور ال 16 بفضيحة. انا شايف ان وجود محمد صلاح ما اثرش كتير مع منتخب مصر. واللي شايف غير كده دي براحتك انت في الاول والاخر دي وجهة نظرك. لان انا وجهة نظري من سنين ان محمد صلاح مأثر على نفسية اللعيبة من سنين. واكبر اثبات لما خد الاشارة من الكابتن احمد فتحي، اللي انا بعتبره تاني احسن باك يمين في تاريخ مصر بعد الكابتن ابراهيم حسن. خد منه الشارة بعد سنين لعب وسنين تعب، يجي واحد على الجهاز ياخد الشارة. دي كلها بتأثر نفسيا، دي كلها العامل النفسي من ناحية اللعيبة ده كله هتأثر. سيبنا ان احنا الاعلام بيطلع يفخم وبيطلع يتكلم وكلام من ده، لا هي الحقيقة ان هو ملوش دور مع منتخب مصر، ملوش دور في اي حاجة. ايه الجديد اللي عمله؟ حتى ضربة الجزاء اللي جابها في 2018 دي كانت ضربة جزاء لولا تريزيجيه جابها وهو حطها. مش وصلنا كاس عالم بحاجة يعني. وكانت مجموعة كلها كانت مجموعة سهلة. فاحنا خلاص بقى نسيبنا بقى من الجو ده، ندخل بقى واحد زي هيثم حسن. عايزين بقى نشوف توليفة جديدة، لعيبة جديدة، منتخب جديد خالص. نحس نعتبر ان احنا بنبدأ من جديد، نبني منتخب من جديد.